أهلا بيكم في نباش تاريخ. في يوم 3 سبتمبر سنة 1920 نشرت صحيفة ذا هيبرو ستاندرد الأمريكية خبر بعنوان التشجيع على المذابح في ميونخ. بيقول الخبر إن واحدة من الصحف المحلية في بافاريا كتبت تقرير عن اجتماع معادي للسامية شارك فيه شخص اسمه دكتور رودز، وقال في الاجتماع محاضرة بعنوان تمزيق شبكة العنكبوت. وهنا بيشير العنكبوت لليهود اللي شبكتهم بتستعبد ألمانيا. قال المتحدث إن لازم يتم إنقاذ ألمانيا مش بتمزيق شبكة اليهود، بل بسحق العنكبوت، وبعبارة أخرى عن طريق مذابح لإبادة اليهود. وكان في متحدث تاني في الاجتماع ده ممثل عن رابطة السبارتيكان، اللي أعلن إن كل اليهود رأسماليين وإن مفيش يهودي واحد في السبارتيكان، وعلشان كده طلب من معادين السامية التعاون مع السبارتيكانز. وبيختم الخبر إن الصحيفة اللي نشرت عن الاجتماع ده هي هيئة شبه رسمية في ولاية بافاريا، وإنها نشرت تقرير الاجتماع دون أدنى تعليق أو أي اعتراض. وفي نفس العدد ده من الصحيفة اتنشر خبر بعنوان طلاب ميونخ يهنئون الهانوفريين لاستبعادهم اليهود من المنظمات الأكاديمية. بيقول الخبر إن الطلاب الألمان في مدرسة هانوفر الثانوية الفنية صوتوا لاستبعاد جميع اليهود من المنظمات الطلابية. وبيكمل الخبر إن الحركة المعادية للسامية بتنتشر بسرعة بين الطلاب الألمان. وفي نفس الوقت بيبعت الاتحاد الأكاديمي لرابطة الدفاع الوطني الألمانية في مدينة ميونخ تهنئة للشباب المعادي للسامية في هانوفر، بيهنوهم على عملهم الوطني العظيم المتمثل في استبعاد مصاصين دماءنا اليهود. ووعد طلاب ميونخ بالسير على خطى رفاقهم الشجعان في هانوفر. الأخبار دي مش اتنشرت قبل وصول النازيين للحكم بحوالي 12 سنة ونص بس، الخبر ده حتى قبل وصول هتلر لزعامة الحزب النازي. وده بيوضح ان الافكار اللي اترسخت رسميا في وقت حكم النازيين ما كانتش افكار حديثة عن المجتمع. في النهاية لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.